السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. آه، النهارده راجعه لكم بفيديو جديد زي ما انتم شايفين. طبعا دلوقتي اوان تخزين البصل. يعني يا دوب كده تلحقي نفسك. انا طبعا الفيديو ده يعني مصوراه بقالي فتره، يمكن من اول 5 كده لما جبت البصل، بس انا اتاخرت في تنزيله. انا كل سنه لازم اجيب خزينه من البصل اللي يكفيني السنه كلها. لانه طبعا زي ما انتوا شفتوا السنة اللي فاتت البصل وصل انه يبقى ب35 جنيه، والاتنين كيلو ب65. فطبعا بيبقى سعره غالي جدا. انما دلوقتي في ناس بتبيعه اتنين ب15 جنيه الاتنين كيلو يعني، وفي ناس بتبيع ب8، وفي ناس بتبيع ب10 على حسب جودة البصلاية. وبعدين عايزة اقولك البصلاية اللي بتتخزن لازم تكون قعدت فترة في الارض، ما تتسقيش مية، يعني بيقولوا عليها بصلة صايمة. وكمان لما تيجي تجيبيها نقي البصلايه اللي هي تكون نتايه مش دكر. يعني ايه نتايه مش دكر؟ هتبصي تلاقي العرش بتاع البصلايه اللي هو بيكون فيه العرش الاخضر ده ما بيبقاش تخين، بتبقى رفيعه كده، ولما بتنشف بتضمر وبتصغر وبتبقى صغيره خالص. لكن البصلايه الدكر دي بتضرب بسرعه وما بتبقاش حلوه خالص في التخزين، اللي هي بيكون العرش بتاعها تخين. تمام كده. فانا جبت الكميه اللي هي هتكفينا ان شاء الله السنه كلها. كل سنه وانتم طيبين. يا ريت اللي ما جابش يلحق نفسه علشان لما البصل يغلى ما تغلبيش. دلوقتي بقى دخلت عند السمان. السمان انا غيرت له العلف كده على عمر 10 ايام. نقلته طبعا من الصندوق اللي كنت محضناه فيه. السمان ده عمر كده 12 يوم. انا نقلته كده في ده حمام فاضي. فنقلته فيه طبعا، وسعت عليه عشان يبقى ليه باب، لان السمان بيقعد يطير، فعايز مكان محكوم يبقى ليه سقف كده وحيطان، بحيث ان هو ما يطيرش مني. هو ما بيطيرش مسافات عاليه زي الحمام، ولكن برضو بيحتاج مكان مقفول عليه. عايزه اقول لك بقى ان من عمر 10 ايام بتبتدي، او من عمر 8 ايام، يعني 8 او 10 ايام بتبتدي تغير لهم العلف لعلف. برضو هو علف بادي 23% بروتين، بس بتحطه لهم زي ما هو جاي من الشكارة. لكن من عمر يوم للعمر الثامن يوم بتحطي العلف مطحون، بتطحنيه في مطحنة الخلاط علشان يبقى بودر، وبتحطه لهم مطحون. انما بقى من عمر 8 ايام ببتدي احطه لهم كده زي ما هو من الشكارة، اللي هو العلف البادي 23% بروتين. تمام كده. ده كان عمر، يعني اليوم ده كان اليوم ال 12 ليهم. انا طبعا ما صورتش، ما كنتش فاضيه اصور يوم ما غيرت العلف، بس انا هو بقول لكم انتوا غيروه في عمر 8 ايام او 10 ايام تبتدوا تحطوا لهم علف صغير خشن نسبيا يعني. تمام كده. حطيت لهم بقى هنا، فرشت لهم برضو فرشه نشاره. طبعا الحمام ده مش موجود فيه ولا قعده حمام ولا حوض. فحطيت لهم كده نشاره تكون برضو سمكها كويس، اللي هو يبعدهم عن البلاط عشان الرطوبه وكده. وفتح لهم الحمام، وحط لهم لمبه. دي بقى لمبه بيضه، شلت لهم اللمبه اللي هي الحمراء اللي بتجيب تدفئه دي، كنت حطها لهم 100 واط لما كانوا متحضنين في الصندوق، علشان الجو كده يعني صيف وحر شويه مش شتاء. دلوقتي بقى حطيت لهم لمبه اللي هي العاديه، اللمبه البيضه العاديه. وفتح لهم برضو الشباك، وحط لهم الميه بتاعتهم. ما بحط لهمش اي حاجه خالص، غير لو انت عندك بقى شويه فيتامينات حابه تحط لهم الف د 3 اهي براحتك، بس هم ما شاء الله ما بيحتاجوش اي حاجه. الفيه دي اللي هو السمان اللي هو البلدي ده او الاسمر. ده اول مره اربيه، كنت بنزل السمان البيور الابيض. فان شاء الله تكون كده دوره كويسه، وان شاء الله هتابع معاكم برضو باذن الله بقيه الدوره. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش من اللايك والشير والاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم. وما تنسوش تحطوا لي تعليق كده لطيف وشجعوني يعني. زي ما قلت لكم كده. ان شاء الله باذن الله هنتابع بقيه الدوره. يعني لما اغير العلف الخشن برضو هصور لكم. ويعني ان شاء الله كل فيديو كده اقول لكم شويه معلومات عن تربيه السمان. هو سهل جدا وبسيط، اسهل كمان من الفراخ البيضه بكتير، وحجمه بيبقى كويس جدا، وطبعا اوفر ما تشتريه من بره بمراحل بكتير جدا. اكله حلو قوي لما بتسيبيه بعد عمر ال 30 يوم.
يعني على عمر 35 يوم كده تذبحيه او 37 يوم، بيبقى معاكي عامل زي الحمام، لحمه كده بيبقى محمر، وطعمه يعني ما فيهوش فرق كبير خالص عن الحمام. وطبعا لكن السعر فيه فرق كبير جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.